مرة ما كنتش أضرب. لا ابدا والله لا اوريك. الكبده رايحه فين؟ يلا يلا ها أحين والبطاطس عشان اكلتها لها سخنه احسن. المذيع الفرفوش اللي مش بيعمل لقاءات الا مع الفنانين والراقصات، والغريب في الموضوع انه لازم يمسك ايديهم ويخليهم يلفوا علشان يتفرج على جسمهم، ولازم يحط بصمته على كل لقاء يعمله مع فنانة او مع رقاصة، وطبعا كل دوت لإثارة الجدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن المرة دي المذيع الفرفوش غير كل التوقعات وحب يغير السيستم بتاعه، راح واخد واحدة معاه الشقة وكالعادة علشان يعمل لقاء صحفي بس من نوع اخر، وظهر في الفيديو المذيع الفرفوش وهو بيعمل كبده، وبصراحه ما تعرفش الراجل ده شغال ايه بالظبط، مذيع ولا فرفوش ولا ايه بالظبط. ويا ريت حضراتكم تنورونا باشتراككم في القناه وبتعليقاتكم الجميله، ويلا بينا نشوف الفيديو. لا انا مش وقت اللقاء بقى، خد مني ميعاد وبتعالى لي. ودخلنا غرفه صفينار. انت هتعملي ايه؟ هيلعب باليه. لا شيبسي وكاراتيه. اكل بقى. هاتي هاتي هاتي. ابعدي كده. لا ابعدي ابعدي. لا خلص. استنى يا ولدي ايه؟ انت هتبتدي يا ابني؟ انا ابتدي. انت تزمر لي؟ قلت لك الفلفل. كل ده خلي بالكم من الفلفل يا جماعه، الفلفل الاخضر. عامل ايه يا خسون؟ والله انا مش عارف، وريني كده. الله الله مش ممكن يا جماعه، انت طلعت وسخ وساخه. بتبيع واحده وثقت فيك عشان الفلوس يا واطي. تاخد 20% من الفلوس دي وتبيعها معايا؟ 4% وابيع ابوها. عامله ايه الفستان ده؟ ايه الفستان ده؟ لف كده لف كده. هلف ازاي؟ لف لف كده لف كده. انا كده. هاتي كده هاتي كده. هوبا 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 هوبا. ايه ده؟ بس ايه القمر ده؟ ايه ده؟ وريني ايدك كده. ايه القمر ده؟ يا لهوي. ايه ده؟ يا لهوي اتلموا علينا يا نادي يا لهوي. هتطلع ريحه قويه جدا لو حد عنده حساسيه. هي الكبده دي كبده ايه؟ الطماطم المفروض تتحط داخل الكبده بس عادي جدا على فكره. الكبده دي بس ايه عشان بصوا يعني اي حاجه على اي حاجه. طبعا قدرا ضئيلا من الملح اهو. الكبده دي ايه؟ قدرا ضئيلا من الملح. يا ابني الكبده دي ايه يا ابني؟ كبده ماشي. كل ده ملح. والفلفل الاسود اهو.